فبقى مثلا الراجل اللي بيحب النسوان نسوانجي. ده ياخدنا بقى لتفسير المقطع التاني في الكلمة اللي هو جي، وده مقطع تركي ملحق في الكلمة بيدل على انتساب شخص المجموعة أو احترافه لمهنة أو تميزه بصفة، واحنا خدناها من الأتراك فبقينا نقول على اللي شغال مثلا في البوسطة بوسطجي، واللي شغال في المكوى مكوجي، وركبناها كمان على كلام معاصر. فبقى مثلا الراجل اللي بيحب النسوان نسوانجي، واللي صاحب مزاج مزاجنجي، والست الشاطرة في تدبير شؤون البيت أدرجية مؤنث أدرجي. واحتفظنا بكلمة كركشنجي في الإشارة للراجل اللي بنشوفه في عيد الأضحى في الشوارع وفي الحارات الشعبية بيسن سكاكينه وبيذبح الأضحية للذبايح. وكان ممكن اللفظ ده يختفي ويندثر لأننا فعليا بطلنا نقوله على الناس اللي بيشتغلوا في المهنة الموسمية دي، واللي هم أصلا بدأوا يقلوا لولا تأريخ الشاعر حسن أبو عثمان لمفردات الحارة المصرية اللي هو أصلا خارج من مصارينها في أغنية عدوية كركشنجي ده بحكي.